بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده فيديو جديد، هنعمل حاجه حلوه بطريقه سهله وبسيطه وحاجه مش مكلفه. من 3 كيلو بطاطا ان شاء الله هنعمل صينيه حاجه حلوه كده جميله جدا. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف هنعمل ايه ونشوف هنعملها ازاي. انا عملتها قبل كده معاكم فيديو، بس ايه، يلا بينا نعمل النهارده الطريقه دي لانها كانت من زمان واكيد محدش هيرجع للفيديوهات اللي ورا ويسمعها. يلا بينا. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا وطريقتنا، وهي طريقه مش مقادير قوي يعني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. سموا الله وصلوا على رسول الله زي ما احنا متعودين وشايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. الخرطه طالعه كده لانها لسه سخنه بقى، هي المفروض تتحط في التلاجة شويه، بس ايه هما مستعجلين بقى وعايزين ياكلوا كده، فالمهم قطعناها وهي سخنه كده والباقي سيبناه في التلاجة. المهم ان هم اكلوا وهي سخنه يعني، بس كانت طعمها فظيع وهي طالعه يعني، طلعت من الفرن كده يا دوب هديت شويه بس كده، كان طعمها حاجه تانية. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف مقاديرنا. يلا بينا. سموا الله وصلوا على رسول الله زي ما احنا متعودين. وهنا الاستاذ سيد انا جبت له طبق وبقول له كل ودوق وقول لي ايه رايك. المهم بقى هو مش راضي يرد عليها خالص وعمال ياكل ياكل. يا ابني قول لي رايك ايه، مش هنا، انا مش هنا خالص. المهم جبنا 3 كيلو بطاطا. البطاطا رخيصة الأيام دي يا جماعة، مش غالية يعني. ال4 كيلو الكبيرة دي ب10 جنيه، وال3 كيلو الصغيرة ب10 جنيه. المهم أنا جبت 4 كيلو بطاطا من اللي هي الكبيرة دي، لأن أنا عايزة أقطعها وأسلق، يعني أقطعها قطع صغيرة كبيرة كده، أسلقها وبعد كده إيه هنهرسها مع بعض. إنما لو أنت عايزة تعمليها بقى معسلة وكده هاتي الصغيرة. أنا جبتها كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. جبت 4 كيلو ب10 جنيه. غسلتها غسلة كويسة تحت الحنفية زي ما انتوا شايفين، وهنضفها كويس جدا. المهم انا جبت واحدة كده وقشرتها، فقلت لا لقيتها مش هتبقى حلوة يعني. المهم قلت لا اغسلها ونضفها كويس، ومعايا فرشة كده. الفرشة دي انا مخصصوها للبطاطا، وفي فرشة تانية زيها للسمك. الفرش دي بتنباع التلاتة، مش فاكرة، انا مش كنت فاكرة التلاتة ب10 جنيه حاجة زي كده يعني، في كيسة واحدة. المهم بتبقى حلوة خالص. خصصيهم كده، واحدة للسمك، واحدة للبطاطا، واحدة تغسلي بها البطاطا، واحدة كده. المهم للأكل في المطبخ بس، يعني تكون مخصصة للمطبخ بس. فبغسل البطاطا زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة، هغسلها كويس جدا وانضفها، وبعد كده هنبدأ نقطعها مع بعض. بس اهم حاجة تغسليها كويس جدا، شطفة واتنين وتلاتة كده، وتطلعي اي حاجة وحشة منها عشان خاطر لما تيجي تهرسيها ما يكونش فيها اي حاجة، مش اي فضلات او اي حاجة وحشة يعني. المهم ما علينا. يلا بينا بقى. احنا كده غسلناها ونضفناها كويس جدا. بعد كده هبدأ ايه اديها شطفة كمان مرة كده، واشيل اي حاجة وحشة فيها. طولت عليكم الفيديو معلش. يا ريت بقى شيروا لي الفيديو ولايك كده، دوسوا لايك دوسوا لايك. عجبكم الفيديو مش عجبكم الفيديو دوسوا لايك، مش هتخسروا حاجة، مش هتخسروا حاجة والله. شجعوني كده، شجعوني وفرحوني كده عشان ايه الكل يستفيد، عشان انزل فيديوهات تانية واي حاجة تطلبوها مني انزلها لكم. لعل وعسى كده يعني ربنا يكرمني في القناة دي، وعندي ثقة في ربنا يعني، وثقة في الله ان شاء الله ربنا هيكرمني بإذن الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده نضفنا البطاطا وخليناها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، قشطة قشطة يعني. طبعا انا معايا مصفى زي كده وبنضف فيها عشان الفضلات تكون في قلب المصفى، مش هقعد ادور بقى في الحوض وانضف وكده، لا، بشيلها بقى وانضفها كويس، وبعد كده ايه هبدا اقطعها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده بتقطعيها طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، حلقات كده يعني عشان تستوي معايا بسرعه. والصغيره لو في حاجه صغيره بقى ايه بقطعها نصين بس او اسيبها بحالها. بس انا طبعا جايباها كلها كبيره زي ما انت شايفه كده، ان شاء الله الحجم حلو يعني. هجيب بقى حالة الضغط. عندي حالة الضغط دي يا جماعة، بصوا دي للإسعافات الأولية يعني، حاجة كده تحفة. بتسعفني في لحمة، في بط، في كوارع، في أي حاجة. حتى البطاطا بعملها فيها. بصوا أنا بستعملها في كل حاجة يعني، طبعا موفرة للغاز جدا، وما بتاخدش عندي وقت يعني في الأكل ده، ما بتاخدش أي وقت يعني. بصي عايزة تعملي أكل ومستعجلة، مش هتاخد معاكي نص ساعة. هي لما انا بسوي فيها البطاطا بتاخد معايا 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط، والبطاطا بتاعتي هتستوي ان شاء الله باذن الله. ادي حاله الضغط غسلتها وشطفتها، وبعد كده هبدا ارص فيها البطاطا من غير اي ميه. اهي غسلتها كويس وشطفتها، ورحت مولعه عليها البوتاجاز ومغطيه جامد.
3 دقايق ورحت موطيه وسايباها 10 دقايق بالظبط، طلعت زي ما انتم مش شايفين كده، استوت وبقت ايه، شفتوا بسيسه. هبدا اقشرها بقى كلها اه، سهله التقشير جدا. خلاص كده هقشرها كلها اول ما تبرد، وبعد كده هرسها كده بشويه من السكر، بحوالي كوبايه سكر. هرس البطاطا بحوالي كوبايه سكر، وعليهم معلقه سمنه بلدي او مكعب زبده. معلقه سمنه بلدي او مكعب زبده. تمام، هرستها زي ما انتم شايفين بمكعب زبده، وبعد كده نزلت عليها بكوبايه سكر، يعني حوالي 3 4 معالق سكر. نظام التحلية عشان تسكرها شوية. وبعد كده دهنت الصينية سمنة، وبعد كده رحت نازلة بالبطاطا وفرداها زي ما انتوا شايفين كده. افردي البطاطا وسويها خالص كده على في قلب الصينية من تحت. وبعد كده يلا نعمل الطبقة التانية اللي هي ايه، طبقة المهلبية او طبقة البشاميل. ممكن تعملي طبقة بشاميل بس بشاميل حلو، بدل ما بتحطي الملح او مرقه او حاجات من او فلفل اسود، لا بتحطي سكر. طبعا انا هنا هعملها مهلبيه لانهم رافضين، ان هم مش عايزينها مش عايزين بشاميل، عايزين مهلبيه. فالمهم انا جبت 2 كيلو من اللبن، ونزلت ب7 معالق من النشا ومعلقه دقيق. معلقه الدقيق دي بتخلي المهلبيه تروح في مكان تاني خالص، بتديها طعم حلو. ادي معلقه الدقيق، وكمان 8 معالق من السكر، وذرة فانيليا. المقادير بتاعتي 2 كيلو، عايزة المهلبية بتاعتك تكون مظبوطة جدا. 2 كيلو من اللبن، عليهم 8 معالق من السكر. طبعا انا كنت حاطة 7 معالق، ورجعت قلت ايه، دقتها فلقيتها عايزة معلقة السكر التانية. فدول 2 كيلو من اللبن، عليهم 8 معالق من النشا، 8 معالق من السكر، ذرة فانيليا. شيلي معلقة نشا وحطي مكانها معلقة دقيق، هتتخلي لك المهلبية طعمها فظيعة. بصي بتقطعيها كده وبتاكليها دايبة كده في البق دوب. تمام، هقلب فيها ايدك فيها كده لحد لما خلاص القوام بتاعها هيتماسك زي ما انت شايفة كده. شايفين انا بحب المهلبية وهي بتعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي. بحس بقى انا خلاص لازم اسيبها دقيقه كده تستوي، النشا يستوي. بعد كده هنزل بقى بالطبقه التانية اللي هي المهلبيه زي ما انتم شايفين كده فوق البطاطا الطريقه التحفه دي. وبعد كده هبدا ادخلها الفرن. دخليها الفرن كده، وممكن كمان تطحني شويه معلقه سكر، يعني تطحني معلقه سكر ونعمها خالص، وبالمصفى او منخل صغير كده، وابدأي رشي على وشها كده، هتكرمل معاكي وتبقى حلوه وتحفه جدا. انا ما طحنتش سكر، المهم دخلتها كده طلعت بالشكل الخريطه الجميله دي. بنتي كانت بترسم في الخريطه دلوقتي وتقول لي ده البحر المتوسط والبحر الاحمر والدلتا وكده يعني. المهم خلصت معانا البطاطا بالشكل الجميل التحفه اللي انتوا شايفينه ده، وطعمها كان روعه وعجبت الكل بألف هنا الكل اللي كل منها. المهم ان انا عايزه افرحهم، يعني بعمل لهم حاجه حلوه مره شويه اي حاجه، المهم ان انا افرحهم كده. قاعدين عندي ضيوف كده، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. اخواتي، اختي وولادها. فانا بقى يعني عايزه اعمل لهم تغييرات كده وتعبانين، وانا عايزه ادفيهم بقى كده وافرحهم هم قاعدين معايا. المهم قلت اعمل لهم بقى الحاجه الحلوه دي اللي هي البطاطا، يعني حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه ورخيصه يا جماعه، مش كلفنا نفسنا حاجات كتيره يعني ولا حاجه. وبكده خلصت معايا البطاطا زي ما انتوا شايفين بقى وهي طالعه كده، يعني بصوا قطعتها وابدا اشيلها واحطها في الطبق كده. بصوا سايحه، هي كده كانت لسه سخنه لانهم قالوا لا احنا مستعجلين، احنا عايزين ناكل منها وهي سخنه كده، فعجبتهم جدا وهي سخنه طبعا. شايفين شكلها، واو حاجه تحفه. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الطبقتين والمهلبيه نازله سايحه كده على البطاطا كده جميلة. انت لو عايزة تخليها ساقعة ممكن تحطها في التلاجة لمدة ساعة بس، هتيجي تقطعيها هتطلع الخرطة بخرطتها وتاكلي منها برضو، هتكون جميلة جدا. جربوا الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم جدا وسهلة وبسيطة. ودلوقتي خلاص خلصنا الفيديو مع بعض. يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وكل اصدقائكم عشان الكل يستفيد، وعشان كمان انا استفيد. دوسوا لايك بقى. عجبك الفيديو مش عجبك الفيديو يا ستي مش هتخسري حاجه، دوسي لايك، فرحيني فرحيني وشجعيني كده. ربنا يفرحك يا رب، ربنا يفرح قلب كل اللي يدوس لي لايك كده ويكتب لي كومنت حلو يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هسيبكم بقى، بسم الله ما شاء الله شفتوا الجمال. هسيبكم بقى في رعايه الله وامنه.
ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين يا جماعة؟ ابداع يا جماعة. ان شاء الله لما دخلت الفرن ادت وش كده جرنشة كده جميلة. معاكم السيد اهو، بسم الله ما شاء الله، رب الف هنا. بكلمه، يا عم رد عليا، يا عم قول لي ايه اخبار المهلبيه، ايه اخبار البطاطا بالمهلبيه طعمها ايه. مش برد عليا خالص ولا باصص لي حتى. تجاهلني، معرفش اذا كانت عاجباه بقى ولا مش عارفه. بس الطريقه دي يعني هي كده اكيد اكيد عاجباه، اكيد مش يعني مش عاجباه، لا اكيد عاجباه. صح. قولوا لي بقى في الكومنتات اذا كانت بالطريقه دي عاجباه ولا لا. اهي خلص الطبق ورحت جبت له طبق تاني وخده. وبألف هنا يا رب، بألف هنا. طب رد علينا يا عم، ريحنا، قول لنا طعمها حلو ولا وحش. يلا بقى اسيبكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.